زمن أشرف المرسلين سيدنا محمد نبينا وقائدنا وهدينا ومرشدنا الطريق المستقيم. أما بعد، تعالوا مع بعض نشرح دلوقتي حالات اف. حالات اف هناخد كل واحدة فيهم بالتفصيل، وناخد الأفكار المهمة والحالات الخاصة لكل واحدة فيهم وإيه معنى واستخدام كل واحدة فيهم. أول حالة عندنا حالة اف. الحالة الأولى الحالة الصفرية الاف. أربع حالات. الحالة الصفرية زيرو كونديشن تستخدم في الحالة الصفرية أو هي تكوينها أصلا بتتكون من اف مضارع بسيط، الناحية التانية مضارع بسيط. هو أصلا يعني إيه زمن مضارع بسيط؟ أو أنا دلوقتي شايف داخل زمن في زمن تاني، لازم أكون فاهم الزمن الأولاني زمن مضارع بسيط عشان لما يجيلي الجملة أعرف أحله. زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول للفعل. لو الفاعل مفرد زي هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد بضيف للفعل في الآخر اس أو اس أو اي اس. طب لو الفاعل جمع زي اي أو وي أو يو أو زي أو أي اسم جمع يبقى الفعل بدون أي إضافات. في الحالة اللي بيكون فيها الفعل مفرد والفعل آخره اس بجيب معاه ضز في الاستفهام وبجيب معاه ضزنت في النفي. بس ملحوظة صغيرة، بعد ضز وضزنت بيجي المصدر، يعني تصريف أول للفعل، يعني الفعل بدون اس، يعني بحذف الاس اللي في الآخر. هنا لما يكون الفاعل جمع والفعل بدون أي إضافات بجيب معاه دو في الاستفهام، دونت في النفي، وبعد دو دونت بيجي المصدر. هو أصلا كده في التكوين تيجي في الاستفهام تيجي في النفي بيجي مصدر، فمش تفرق كتير. مثال على الكلام ده لما أقول لك شي بلايز تنس، زي بلاي تنس. الاثنين دول في زمن المضارع البسيط، الفاعل مفرد الفعل فيه اس، الفاعل جمع الفعل بدون اي اضافات. في حاله تنفيها بدازنت هتقول شي دازنت بلاي تنس. عايز تعمل سؤال بداز، انت لما بس تنفيها بدونت تقول زي دونت بلاي تنس. انت كده خدت زمن المضارع البسيط، خدت التقويم وخدت النفي وخدت الاستفهام، مراجعه صغيره بس بسيطه كده عليك. معاك الحاجه الثانيه، انا خدت التقويم على زمن المضارع البسيط وفهمته، عايز اعرف امتى استخدم الحاله الصفريه ولا بستخدمها في الحاله الصفريه الحاله اف. انا بستخدم الحاله الصفريه الحاله اف لما يكون الكلام علمي او حقيقه مثبته. يعني مثلا if we heat water it boils. مضارع بسيط الناحيه الثانيه مضارع بسيط ده حاله صفريه الاف، يبقى اذا الكلام علمي، يبقى اذا الكلام حاجه مثبته. تستخدم الحاله الصفريه الحاله اف في الحقائق العلميه المثبته المؤكده. يبقى انت خدت تكوين الحاله الصفريه الاف مضارع بسيط مضارع بسيط بيتستخدم في الحاله الصفريه، بتتكلم في حاجه علميه او حاجه مثبته. لو جمعت عنصر الهيدروجين مع الاكسجين يديك رمز H2O رمز الميه، لو جمعت عنصر الكلور مع عنصر الصوديوم هيديك ملح الطعام، لو انت حطيت الميه في الثلاجه هتتجمد، لو خليت الميه هتسخن، لو الميه سخنت هتتبخر. الكلام كله مؤكد ومثبت علميا. انت خدت استخدام زي ما مضارع الحاله الصفريه الاف، خدت تكوين الحاله الصفريه الاف اف مضارع بسيط، الناحيه الثانيه مضارع بسيط. if we heat water it boils. مش مشكله في الكلام ده. الحاله الاولى لقاعده اف. الحاله الاولى لقاعده اف صلى على الحبيب قلبك كتير. هي بتتكون من الحاله الاولى الاف، بتتكون من اف مضارع بسيط، الناحيه الثانيه والمصدر. انا عايز اقول تركيزه صغيره بس كده. مصدر يعني تصريف اول للفعل، مصدر يعني الفعل بدون اي اضافات، مصدر يعني بجيب الفعل في صيغته الاساسيه. مضارع بسيط انا شرحت زي المضارع البسيط دلوقتي من دقيقتين حاله، قلت جبت في التكوين وجبت النفي وجبت الاستفهام زي المضارع البسيط. طب عايزين مثال على الكلام ده. لما اقول if we study hard
we will success. لو احنا ذاكرنا بجد واجتهاد هننجح. طب هو الكلام ده انت لما تسمع الكلام ده قدامك لما اقول لك if we study hard we will success، يعني معنى ان الحاله الاولى الاف بتتكلم في حاجات محتمله الحدوث في المستقبل. يعني ان شاء الله كده ربنا يكرمكم وتحققوا كل احلامكم وتوصلوا لاهدافكم. لما اقول لك if we study hard we will success، لو احنا ذاكرنا بجد واجتهاد هننجح. دي حاجه محتمله الحدوث انها تحصل في المستقبل. انا كده في مشكله في استخدام ضمن زمن العدد والهاتف. في مشاكل. اقول لك ليه يا عم؟ الحاله الاولى الاف بتاعت مضارع بسيط اللي هو من المصدر ديت لها 10 اشكال، 9 من الشكل ده. انت اول مره تسمع كلمه اشكال دي. بص يا عم، لما اقول لك حالات اف، اشكال حالات اف الاولى، وركز معايا في اللي جاي. اول شكل عندنا اللي هو بيقول لك اف مضارع بسيط كله المصدر. الكلام ده كله اسم فعل الشرط. الكلام ده كله اسم جواب الشرط. واف معناها لو على فكره، وممكن تيجي مكان كلمه اف وين. وعلى فكره ممكن في الحاله الاولى الاف ممكن تيجي مكان كلمه ويل، كان، ماي، ماست وشود. لو الكلام بيعبر عن النصيحه هستخدم كلمه شود. لو الكلام بيعبر عن الالزام هستخدم كلمه ماست. لو الكلام بيعبر عن القدره هستخدم كلمه كان. لو الكلام بيعبر عن الاحتماليه هستخدم كلمه ماي او مايت. لا مش ده الاشكال، حاجه ثانيه. انت قلت هنا اف مضارع بسيط وله المصدر، ممكن يبقى هنا مضارع بسيط الناحيه الثانيه جمله امريه. جمله امريه نحط فكره عنها دلوقتي. ممكن يبقى هنا اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه ليتس والمصدر. اف مسافه عشان الجمله اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه ليتس والمصدر. ممكن يبقى هنا اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه هتبطر. ممكن يبقى هنا اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه هو دراسه. ممكن يبقى هنا اف مضارع بسيط الناحيه الثانيه اتس الصفه تو. اشكال حالات اف نقعد كل واحده من دول جمله عليها. اف مضارع بسيط جمله امريه، يعني مثلا لما اقول لك if you see a dog don't run away، لو انت شفت كلب ما تهربش. if you see a dog don't run away. الجمله الامريه عندك صيغه النفي بتيجي مع don't وبيجي بعدها المصدر. لما بيجي بعدها الفعل، لما في صيغه الاثبات بيبقى الفعل في المصدر في اول الجمله. هفهمك، يعني الفعل في المصدر في اول الجمله مثلا بيقول لك ايه؟ كلين ذا وورد، امسح السبوره. اوبن ذا دور، افتح الباب. تيرن اوف ذا لايت، اطفي النور. دي جمله امريه في صيغه الاثبات، بتؤمر حد في اوامر بنستخدمها في حياتنا على طول. صيغه النفي بعدها بتقول المصدر، دونت سموك، ما تدخنش. دونت بلاي ذا ستريت، ما تلعبش في الشارع. ديت حته جمله امريه. اف مضارع بسيط نحت جمله امريه. اف يو سي ا دوج دونت ران اواي، لو انت شفت كلب ما تهربش. الحاجه الثانيه اف مضارع بسيط اتس والمصدر. بقول لك if we feel tired، لو احنا حسينا بالتعب let's take a rest. let's take a rest. لو احنا حسينا بالتعب تعالى ناخد استراحه وتعالى ناخد هدنه. الناحيه الثانيه مضارع بسيط، الناحيه الثانيه جايه let's والمصدر. اللي بعده if مضارع بسيط had مصدر هتضرب. if your mother feel خدت لك الحته ديت مضارع بسيط. لما يكون الفاعل جامع هنا زي كلمه وي يبقى الفعل في المصدر بدون اي اضافات. لما يكون هنا your mother اسم مفرد جبت الفعل في اس. if your mother feels tired
you had better help here. You had better help here. والدتك حست بالتعب، من الافضل ان انت تساعدها. هنا مضارع بسيط اف، مضارع بسيط الناحيه الثانيه جاي had better بالمصدر. ممكن يبقى اف مضارع بسيط وبرازر. if we travel abroad، لو احنا هنسافر بالخارج I would rather travel by plane. لو احنا هنسافر بالخارج افضل السفر بالطائرة. الناحية التانية في مضارع بسيط it's الصيغة to. It's easy to marry. It's easy to marry if you have a flat. من السهل الجواز لو انت معاك شقة. انت كده خدت 6 اشكال. الحالة الاولى الاف بتاعت فعل الشرط، اف مضارع بسيط كله من المصدر، اف مضارع بسيط جملة امرية، مضارع بسيط ناحية التانية ليتس والمصدر، الناحية التانية مضارع بسيط ممكن يبقى هات بيتر، ممكن يبقى وود رازر، اتس صفة تو. وممكن نشيل مكان كلمة ويل كان وماي ومايت وماست وشود لو كنا عارفهم بسلامها التانية. دي كلها اشكال الحالة الاولى لحالة اف. احنا كده حطينا فعل الشرط، حطينا مكانه الحاجات دي، جواب الشرط حطينا مكانه الحاجات دي كلها. ممكن بقى نشيل فعل الشرط ونحط مكانه الحاجات دي. انا شلت الحاجات بتاعت فعل الشرط اف مضارع بسيط حطيت مكانها هو المصدر. ممكن يا باشا بقى اف مضارع مستمر الناحية التانية ويل والمصدر. ممكن يبقى يا باشا اف مضارع تام الناحية التانية ويل والمصدر. ممكن يا باشا يبقى هنا اف would like أو love أو prefer الناحية التانية will والمصدر. انت كده واخد معايا 10 أشكال لحالات اف. اف مضارع بسيط من المصدر، ممكن يبقى اف مضارع مستمر الناحية التانية will والمصدر، اف مضارع تام will والمصدر، اف would like أو love prefer الناحية التانية will والمصدر. ثواني. مضارع مستمر يعني ايه؟ يعني am او is او are زائد verb زائد ing. مضارع تام يعني has او have زائد تصريف تالت لفعل بس تسود زي المضارع التام. would like would love would prefer الناحية التانية would بالمصدر. أثناء على كل واحد من دول مثال. if she is studying، لو هي بتذاكر دلوقتي she will get a present، هتاخد هدية. هي لو قاعدة بتذاكر دلوقتي هتاخد هدية. if مضارع مستمر الناحية التانية will والمصدر. ممكن يبقى مضارع تام نفس صيغة الجملة. ممكن أقول لك if she has studied she will get a present. الناحية التانية مضارع مستمر. if you would like to travel by plane I will get a ticket for you. انت كده خدت اف مضارع مستمر الناحية التانية هو المصدر. if she is studying she will get a present، وهي بتذاكر دلوقتي هتاخد هدية. if she has studied she will get a present. زي المضارع التام بيتكلم في حاجة حصلت والتأثير بتاعها لسه مستمر أو له حصل في المضارع. يعني مثلا إن هي خلاص مذاكرة بس تأثير الكتب تأثير المذاكرة باين عليها إن هي ميتة. she has studied she will get a present. الناحية التانية لو أنت بتفضل تسافر بالطيارة أنا هجيبك تذكرة. if you would like to travel بالبلين I will get a ticket for you. انت كده خدت حالات الحاله الاولى لحد اف، خدت الاشكال بتاعها، خدت استخدامها، خدت التكوين بتاعها، فهمت كل حاجه من الحاله الصفريه والحاله الاولى. الثانيه حاله اف بتتكلم في بقى الحاله الثانيه لاف سيجنت كونديشن. ايه استخدامها اصلا؟ اف ماضي بسيط
الناحية التانية would والمصدر. ملحوظة صغيرة كالبوظة، أبوستروف دي اختصار لكلمة would واختصار لكلمة had. أفرق بين الاتنين إزاي؟ لو جه بعد الكلمة دي كلمة would أبوستروف بس تصريف ديت للفعل تبقى had. لو جه بعد أبوستروف دي مصدر تصريف أول للفعل تبقى كلمة would. هنا جاي بعدها مصدر تبقى هنا اختصار لكلمة would. اف ماضي بسيط الناحية التانية would والمصدر. الحالة التانية الحالة اف بتتكلم في الأحلام والتخيلات. حلو بتاعتي. الحالة التانية اف في الأحلام والتخيلات. أنا لو أنا عندي جناحات هطير، لو أنا غني مع اشتري عربية، لو أنا معايا عربية هوصلك، الكلام كله أحلام وتخيلات. If I was rich, I would buy a car. لو أنا غني هشتري عربية. ماضي بسيط الناحية التانية would والمصدر. أنا عايز أقول تريكات صغيرة كده خالص. زمن الماضي البسيط صلى على رسول الله. زمن الماضي البسيط ممكن يبقى was أو where بعدها صفة أو مكان. سهل الكلام؟ سهل الكلام. زي ما قلت لك هنا ووز جاي بعدها صفة غني، أنا لو أنا غني هشتري عربية. لا حلو. ووز ويرز صفة مكان. ممكن بقى الناحية التانية ممكن يبقى تصريف تاني للفعل. لا صح معايا الكلام، تصريف تاني للفعل. عندك أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. أفعال منتظمة بآخر الفعل دي. أفعال غير منتظمة أفعال شاذة وبتحفظ زي كلمة مثلا رايت بقت روت. عندك هنا الكلمة دي زي كلمة يوز بقت يوزد. يعني الفعل اللي اخره دي بيكون تصريف تاني للفعل. عندك افعال شاذه بتحفظ المفروض تحفظ الافعال دي. انا واخد فكره عن زمن الماضي البسيط عشان اعرف ايه الحاله التانيه حاله اف. انا عارف ان الجمله دي ماضي بسيط الناحيه التانيه would والمصدر. كلام سهل وبسيط. كلام سهل وبسيط. بس الكلام ما بيعديش بسهوله بيبقى رخم. صل على رسول الله. بص يا عم انت عندك if I was rich I would buy a car. ممكن يا باشا يبقى هنا if I had a car I would drive you. لو انا معايا عربيه هوصلك. هنا الكلام ده بس على فكره had زائد noun. يعني انت ركز معايا في الاشكال بتاعت الماضي البسيط عشان ما تتوهش. هنا had زائد noun ده زمن الماضي البسيط. لو had زائد بس بارتيسيبل والتصريف التالت للفعل الكلام ده بقى ماضي تام. صعبه؟ ممكن لما اقول لك if he had to work she would look for a job. had to جاي بعدها مصدر. هنا كلام ماضي بسيط. انت هنا خدت وزن صفه التصريف التاني للفعل had زائد noun. had to بيجي بعدها المصدر she would look for a job. كلام سهل وبسيط. انا هركب كده عشان يبقى الكلام سهل معانا واضح. بعد رقم 4 لما اقول لك انا لسه اخيرا على القاعده بتاعتنا if he succeed hard he would have a present. انت كده خدت بعد would have noun a present هديه. صلى على الحبيب قلبك يطيب. هنا الكلام ماضي بسيط. بالناحية التانية would والمصدر. خدت على كلمة would have بس have جايب عليها noun مش جايب عليها فعل اللي هو تصريف التالت ولا الكلام ده. دي الحالة التانية حالة اف. ركز معايا في النقطة دي. الحاجة اللي بعدها لما أقول لك اف لما أقول لك if she got late she would have to أديك تاكسي. أنت خدت الناحية التانية ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would والمصدر. خدت هنا would have to زائد المصدر would have to take a taxi. ركز معايا كده في حالة تانية if في ماضي بسيط would والمصدر. if I was rich I would buy a car. if I had a car I would drive you. if he had to work she would look for a job.
If he succeed hard, he would have a present. If she got late, she would have take a taxi. To take a taxi. تتكلم ايه في الحالة التالتة الاف. اف ماضي بسيط. اف ماضي تام would have تصريف تالت للفعل. ماضي تام يعني هذا تصريف تالت للفعل بس participle. ده تكوين زمن الماضي التام. والفعل بيكون يعني بس بتصبر عن تصريف تالت للفعل. الفعل ده تصريفات مثلا زي الفعل تيك ياخذ. الماضي بتاعه توك. التصريف التالت بتاعه تيكي. فانت في حالة الماضي التام هتجيب هذا التصريف التالت للفعل. في الحالة التانية would have زي بس بتصبر تصريف تالت للفعل. الحالة التالتة حالة اف بتتكلم في الندم أو في التعبير عن عكس ما حدث في الحقيقة. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول لك if she had studied hard she would have succeeded. هي لو كانت ذاكرت بجد كانت نجحت، بس معنى الكلام ده في الحالة التالتة إن هي ما ذاكرتش وهي سقطت وهي ندمانة. واخد بالك أنت؟ كلام ليك يا جاري. اف ماضي تام الناحية التانية would have زي تصريف تالت للفعل. دي الحالة التالتة لاف ومعناها التعبير عن حدث على عكس ما حدث في الحقيقة أو الكلام عبر عن الندم. في حاجة عندك أفعال بالأفعال التلاتة نفس الأفعال مثلا زي كلمة read زي كلمة cut كلمة put كلمة ship. الأفعال دي بتاعت التصريفات بتاعنا أشهر من الأفعال الغير المنتظمة. يعني الأفعال المنتظمة جدا بيبقى التصريف الأول نفس التصريف الثاني نفس التصريف الثالث. لما تجيلك في الجملة لازم تعرف تفرق بين الاثنين، تعرف إن كده تصريف تاني من تالت. الأفعال دي الحالات أول ملاحظة بعض الملاحظات بقى على حالات اف ممكن اف بتساوي كلمة in case of بتساوي كلمة باي بتساوي كلمة with. بس بعد الكلام ده كله يجي verb باي ing. معنى الكلام ده كله ايه؟ لما اقول لك if he feels tired he will take a rest بتساوي in case of feeling. الكلمة اللي قلناها كلها زي ما هي بتساوي كلمة was feeling. الكلمة اللي قلناها كلها زي ما هي بتساوي كلمة باي verb ing feeling. من الناحية التانية مضارع بسيط من هنا مضارع بسيط الناحية التانية will والمصدر he will take a rest. الحالة التانية معاك كلمة unless في النفي. يعني لما أقول لك if he doesn't study hard he will fail. في حالة لو هو مذاكرش بجد هيسقط بتساوي كلمة unless study hard. يعني كلمة if في حالة النفي بتساوي كلمة unless he study hard he will fail. اللي ده هيجي في المونتاج. معاك اف ماضي بسيط would والمصدر. معاك انها حالتين هيصير في النصيحة اللي هي if I were you I would دي ده مصدر. معنى الكلام ده كله لو انا مكانك هعمل كذا. دي صيغة في النصيحة. يعني مثلا انت قلت لي انا عيان فاقول لك انا لما مكانك بروح على الدكتور. if I were you I would see a doctor. حصلت معاك مشكلة لو منك أقول لصاحبك if I were you I would tell your friend.
ممكن كلمة لو أنا مكانك أصلا معمول على العموم أصلا if I were a football player ممكن تبقى مكانها هنا were أو تبقى was الاتنين صح تمشي. if I were a football player لو أنا لاعب كرة قدم I would be famous. حته التركيبه بتاعت وير تو المصدر ناحيتنا المفعول البسيط بيجي معاها وير زائد الفعل زائد تو المصدر. انما الناحيه التانيه في التركيبه بتاعت الزمن الماضي التام في الحاله الثالثه اللي هي بتتكون من اف ماضي تام would have زائد تصريف ثالث للفعل ممكن تبقى اللي هو هنا هاد زائد تصريف ثالث للفعل ممكن تبقى هاد في اول الجمله مكان اف يعني ممكن في الآخر نعوض مكان اف في الحالة الثانية بوير وساعتها هيجي بعدها تو المصدر. في الحالة الثالثة ممكن نعوض بهاد وساعتها هيجي بعدها الصفتات للفعل. توتا توتا وصلت العدد.